أهلا بكم متابعينا الكرام. قصتنا النهاردة بعنوان أضحية البيت القديم. أنا كنت واقف قدام بوابة البيت الكبير، البيت اللي قضيت فيه أحلى أيام طفولتي. أنا اسمي ياسين، والبيت ده بيت جدي اللي مات وسابهولنا من زمن كبير أوي. قلبي كان بيدق بفرحة غير طبيعية وأنا بطلع الميدالية اللي فيها المفاتيح اللي هفتح بيها الباب. حطيت المفتاح في القفل كان تقيل ومصدي كأنه بيحاول يمنعني إن أدخل. ضغطت بكل قوتي لغاية ما فتحت الباب، وهجمت على وشي ريحة كمكمة وتراب مركونة بقالها سنين. ولعت كشاف الموبايل، النور شق الضلمة وشفت العفر وهو طاير في الهواء. أول ما حطيت رجلي جوه الأرضية البركة عملت صوت تزييق، وقفت مكاني. البيت كان ساكت سكتة مريبة. فجأة في حاجة معدن خبطت على الأرض كأن معلقة وقعت من المطبخ. بدأت أمشي في الطرقة وكل ما أقرب أقول لنفسي ده أكيد فار. ما تقلقش يا ياسين، جامد قلبك، مش معقول يعني مفيش حاجة حصلت لكل ده. وصلت لباب المطبخ، وجهت الكشاف ناحية المطبخ، كان فاضي. بس شفت حاجة غريبة جدا. المعلقة اللي وقعت دي، عارفين انتوا لما توقع حاجة على الأرض وتقع وبعد كده ترد تاني في الهواء؟ الغريب إن المعلقة كانت متعلقة في الهواء وواقفة كده أكنها واقفة على سيفها، كأن في حد سندها جنب الحيطة. قلت جايز صدفة، جايز. بصراحة مش عارف، بس أنا بدأت أخاف. وفجأة نور الصالة اللي كان بيرعش طفى، وفي عز الضلمة حسيت بنفس بارد جدا جاي من ودني اليمين. طلعت أجري بسرعة، طلعت على الصالة. بس ياسين، جبت العيش معاك يا ابني. أنا مش فاهم إيه اللي أنا سمعته ده. أنا لفيت بسرعة، طلعت أجري لغاية ما وصلت للصالة. بس أنا لقيت الملايات اللي كانت محطوطة على الكراسي متشالة. يعني إيه؟ قعدت أجري بسرعة، بس خدت بالي إن الملايات اللي كانت متغطية بها كراسي متكومة كده في جنب الباب. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون حد هو اللي شالهم وعمل كده دلوقتي. يعني في حرامي ولا؟ وايه اللي يخلي الحرامي يعمل حاجة زي كده؟ اظهر، اظهر احسن لك. آه. بس للاسف ما طلعش حرامي. انا فجأة سمعت صوت ضحك الطفل، هو عمال صوتها يعلى يعلى يعلى. طلعت اجري بسرعة وانا طالع على السلم، لقيت فردة جزمة لونها حمر. واضح ان هي جزمة لبنت. بس ايه اللي راميها على السلم كده وفي مية عمالة تنزل منها كأنها متوصلة بحنفية؟ فضلت اجري على السلم. فضلت اجري لغايه ما وصلت للدور التاني، الدور اللي فيه مكتب جدي. دخلت المكتب وقبل ما اقفل الباب سمعت صوت غريب اوي. اكن الناس بترجع الكراسي اللي ورا كده علشان تقعد عليها. سمعت صوت التزييق وجر الكراسي ده. مش عارف الصوت ده كان جاي من الدور اللي تحت ولا جاي من العمارة اللي جنبنا. قفلت الباب بسرعة وقعدت اخد نفسي جوه الأوضة واحاول ان انا اطمن نفسي. بس انا ما خدتش وقت ولقيت الباب اللي انا كنت واقف اسند عليه عمال يخبط، في حد بيخبط من الناحية التانية. وسمعت صوت. معلش يا ابني، انا نسيت النضاره بتاعته جوه. انا اترعبت وفضلت متسمر في مكاني. ده صوت جدي، بس بشكل غليظ قوي. بس هو صوته لدرجة ان انا كنت هنسى هفتح الباب فعلا. خدت بالي وانا قريب من الباب انه اللي واقف بره ده له شعر طويل قوي، بس رجليه كان فيها حوافر. دي مش رجلين بني ادمين. صوت التخبيط اللي كان على الباب بدأ صوته يعلى، وبدأ اللي بره بيحاول انه يكسر الباب. خلاص الباب بيتفتح. انا حاسس ان انا هموت دلوقتي، حاسس ان دي نهايتي. مسكت الموبايل بسرعة ووجهت كشاف ناحية الباب، وانا خلاص اكني مستني نهايتي. بس مش عارف ليه جه في بالي ان انا ادور على اي حتة في الأوضة استخبى منها. وفجأة لقيت الدولاب بتاع المكتب اللي هو كان مليان ورق وكتب بتاع جدي فاضي، مفيهوش اي حاجة. حسيت ان هو الملجأ بتاعي وجريت عليه بسرعة. دخلت الدولاب بسرعة جدا، وانا بفتح باب الدولاب حسيت ان الباب بتاع الأوضة هو كمان بدأ يتفتح. قفلت باب الدولاب بسرعة. بس قفلته جامد وظهري اتخبط في الحيطة بتاعة الدولاب. بس خدت بالي من حاجة، انه الدولاب الظهر بتاعه كان بيتفتح، ينفع انه يتفتح، وبيطلع على جزء كبير من الأوضة أنا عمري ما شفته قبل كده. وأنا أصلا ما كنتش عارف إن الأوضة دي كبيرة كده. عديت من الناحية التانية من الدولاب، لقيت حاجة غريبة جدا. لقيت سلم.
سلم بيودي على السرداب. ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي من حاجه زي كده؟ البيت ده انا قعدت فيه سنين، ازاي ما كنتش عارف حاجه زي كده؟ بسرعه لقيت باب الدولاب اللي انا لسه داخل منه بدأ ان هو يتفتح. الكائن اللي كان بره فتح الباب الدولاب فعلا. مش عارف اوصفه لكم ازاي، بس هو كان عامل زي الظل الاسود، وفي زي عينين لونها احمر وبتطلع الضوء. شكله مرعب قوي. جريت بسرعة على السلم وقعدت انزل بتاع السرداب لغاية ما وصلت لاخر السلم ولقيت اوضة كبيرة قوي تحت الارض. الاوضة دي كان فيها سرير زي بتاع غرفة العمليات في المستشفى، وكان فيه البولتو اللي جدي كان بيلبسه وهو رايح المستشفى. لان جدي كان دكتور، والبلطو ده انا فاكره كويس لانه في بقعة حبر كنت انا وقعتها عليه بالغلط. هو ده البلطو بتاع جدي. وفجأة وانا شايف كل ده نور الكشاف بتاع موبايل اتطفى. بقيت أنا مرعوب جدا، بس فجأة عينيا بقت شايفة كل حاجة، اكني شايف مشهد قديم من فيلم. شفت واحد لابس ماسك جراح على وشه وكذا كمامة مغطي بيها بقه. والبني ادم اللي كان لابس الحاجات دي كان حاطط سرنجة على السرير اللي انا شفته. السرنجة جواها سائل اخضر بيلمع بطريقة غير طبيعية. وفجأة سمعت صوت همس في وداني، والكيان اللي كان واقف قدامي فجأة قرب مني ومسك مشرط. انا كنت عايز اصرخ بس صوتي كان محبوس. وفي اللحظة اللي المشرط قرب فيها مني فجأة سمعت صوت حد تاني نزل على السلم داخل السرداب معايا. والشخص اللي كان واقف قدامي وماسك المطرب بدأ ان هو يبعد عني. وفجأة لقيته بيشاور لي ان انا ابص على الحيطة اللي على يميني. وريتني بصيت عليه. كانت عاملة زي الدولاب اللي فيه رفوف كتير قوي، وكل رف كان فيه قطعة من لحم بني آدمين وأعضاء عمالة تنزف دم. بس كان في رف فاضي وبيلمع، اكيد مفيش اي حاجة لمسته قبل كده او ان في حد بينضفه. جريت عليه بسرعة على اساس الناس تخبى فيه من اي حد تاني. بس الفكرة ان انا لقيت ورقة مكتوب عليه ياسين الأضحية الأخيرة. أنا الدم نشف في عروقي وجسمي كله عمال بيرتعش، أنا مش فاهم حاجة. هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. فجأة الشخص اللي كان نازل على السلم وصل خلاص لغاية السرير اللي كان عليه الميتين وبقايا الدم. لقيت الراجل اللي ماسك مشرط جري بسرعة على الشخص اللي لسه نازل من على السلم. كانت بنت ولابسة الفردة التانية من الجهاز اللي شفتها على السلم. الشخص اللي كان لابس البالتو جري عليها بسرعة وكان عايز ان هو يعورها بالمشرط. فجأة لقيتها بتبصلي وبتقولي انا اترعبت اكتر، وفجأة بدأت اهرب فعلا، وقعدت اخبط في البرطمانات اللي كانت موجودة على الارفف واغلبها وقع على الارض، وايديا قعدت تلمس دم بني ادمين تانيين وقطعة من اللحم. فجأة الحقنة اللي كانت مع الدكتور ده وقعت على الارض، وخرج منها السائل اللي لونه اخضر وقع على الارض اكنه مية نار. قعد ياكل في البلاط، والبنت عمالة تصرخ صرخة اكنها صرخة الموت. فجأة الكائن ده قرب مني جدا وهو ماسك المشرط في ايده، وكان خلاص قرب مني ناحية وشي. زقيته بكتفي وجريت بسرعة ناحية السلم. فجأة سمعت صوت جدي، صوته الحقيقي. اخرج بسرعة يا سيد، احرق البيت والمعمل، ما تخلوش يخرج. طلعت اجري على السلم بسرعة بس ما لحقتش، لقيت في ايد ماسكة في رجلي وبدأت ان هي تشدني. غرز ضوافره في جسمي، ما بقتش قادر ان انا اقاومه. ما قدرتش ان انا اقاومه، وزقني من رجلي فعلا ورماني على رف الدولاب اللي هو كان سايبه فاضي علشاني. بس خدت بالي ان الرف ان انا كنت موجود على الرف. في جثة شبهي موجود على الرف. ده انا. ما كانش له عينين، كانت عينيه فاضية ومطلعة لون اسود مرعب جدا. هو بس فجأة لقيت ايد بسرعة اتحطت على كتفي، كانت ايد البنت ورميت لي مفتاح لونه ذهبي. والكيان ده قعد يصرخ بصوت عالي.
اول ما مسكت المفتاح الذهبي عينيا غمضت بسرعة، وبقيت شايف مشاهد ليا وانا صغير مع جدي. وخدت بالي انه جدي ما ماتش. جدي كان سجين للكيان ده، الكيان اللي هو شبه الشيطان اللي متجسد في شكل بني ادم ولابس بالطو. انا جدي حصل فيه نفس اللي حصل لباقي الجثث اللي متقطعه. وفجأة فتحت، لقيت نفسي ماسك في ايدي المفتاح، والسرداب اللي انا عديت منه اترسم عليه زي بوابة معمولة من الذهب، والقفل بتاعها ذهبي. فهمت على طول ان انا لازم اجري من البوابة دي بسرعة واقفلها. بس الكلام ده مكانش سامح لي ان انا اعمل كده. وفجأة افتكرت ربنا، وقعدت استعيذ بالله واستغفر ربنا لغاية ما سابني، وجريت على السرداب بسرعة وقفلت ورايا. اول ما قفلت السرداب كنت شايفه من جوه. قعدت اقرا اكتر لغايه ما حسيت ان هو بيتبخر، وهو بدأ الصوت السويت بتاعه يعلى اكتر واكتر. اكنه متضايق من كلامي. كملت لغايه ما اختفى خالص. وانا طلعت اجري على السلم. السلالم الخشب كانت عماله تعمل صوت تزييق جامد اوي، صوت مرعب. وكنت ببص وراها بحس ان هي بتختفي، لغايه ما وصلت لغايه الدولاب وخرجت لاوضه المكتب. وقعدت اجري. جريت من الدور التاني لغايه الدور الاول في اقل من ثانيه حرفيا. وانا مش قادر اخد نفسي. نزلت على السلم في خطوتين بالظبط، بس كنت سامع صوت جد بينده عليا من ورايا. اجري على السجن وما ترجعش تاني. احرق المفتاح واحرق البيت. قعدت اجري لغايه ما وصلت لبوابه البيت، وطلعت جريت من وراها بسرعه. بس فجأة الصوت الصويت اللي كان ورايا عمال يعلى أكتر لغاية ما أغمى عليا. ما اعرفش اغمى عليا قد ايه، بس فقت لقيت نفسي في المستشفى، وبيفوقوني بيقولوا الحمد لله على السلامة. ان انا عضلة القلب عندي وقفت لمدة مش قليلة، وحصل لي هبوط حاد في الدورة الدموية. بس انا اتلحقت ولسه عايش. المصيبة ان انا لقيت ان المفتاح لسه معايا. وانا فاكر كويس انه جدي قال لي اني لازم اولع في المفتاح وفي البيت. مم، ولا ملوش لازمة. أنا خلاص مش هروح البيت ده تاني. روحت لبيتي، وأهلي طبعا كانوا واقفين جنبي ومش فاهمين اللي حصل. وكلهم كانوا بيقولوا ان انا ازاي رحت المستشفى، وان ازاي ما حكيت لهمش على كل ده. بس قالوا ان انا بقالي 3 ايام ما يعرفوش عني حاجة. يعني ايه انا بقالي 3 ايام فين؟ مش فاهم حاجة. وازاي قعدت 3 ايام؟ يعني أنا قعدت 3 ايام في المستشفى ولا في البيت؟ مم، بس مش مهم. حكيت لهم كل اللي حصل، لكن محدش فيهم صدق. دخلت اوضتي وقفلت الباب على نفسي ونمت اكني اول مره انام في حياتي. حسيت براحه غير طبيعيه. لا، لا، انتوا بتعملوا ايه؟ انا انا مش قادر اتكلم ومش قادر ان اتحرك. انا هدفن حي. فجاه الكيان ده ظهر قدامي، ولقيته كل لما لمحه اكنه بيحاول يضحك، اكنه بيقول ان انا انتصرت عليك. وانا مرعوب وخايف، وعايز اتكلم واقول لهم انا لسه عايش، بس صوتي ما بيطلعش. لازم الأضحية تكتمل. أنت الوريث. ارجع البيت. فجأة فقت من النوم. الحمد لله ده كان كابوس. ما بقتش عارف اعمل ايه. ويعني ايه انا الوريث؟ يعني انا لازم اموت، ولا احرق البيت زي ما جدي قال لي؟ بس هو انا ازاي اصلا جدي هيتكلم معايا هو ميت؟ مش يمكن ده شيطان هو كمان وبيحاول ان هو يأذيني؟ بس لا، ده هو ساعدني ان انا اخرج من البيت. انا كان زماني ميت جوه البيت دلوقتي. بس انا نسيت اقول لكم ان انا ليا ابن. لو انا موتش يبقى حد هيأذيه هو ولا لا؟ قعدت افكر اعمل ايه. دماغي عماله تودي وتجيب. مش لاقي حل.
اولع في البيت ولا لا، لغاية ما حسيت ان انا محتاج ادخل البيت تاني. حسيت ان انا لسه في حاجات محتاج اعرفها، وفعلا جريت بسرعة ورحت البيت فعلا. ودخلت البيت، كل حاجة كانت طبيعية جدا. البيت فعلا مليان تراب، والملايات المحطوطة على الكراسي زي ما هي. ما كانش فيه أي حاجة غريبة، أكنه بقى بيت قديم طبيعي. بس خدت بالي إن في أوضة النور بتاعها قايد وأنا ما لقيتوش، والأوضة دي كانت مظلمة في المرة اللي فاتت. دخلت الأوضة دي، لقيت فيه واحد موطي راسه ولابس البلطو. انا اترعبت تاني مكاني، وكنت هجري، بس حسيت ان هو عايز يوجه لي رسالة. مش عارف ليه حسيت ان ده جاي علشان انا، علشان يساعدني. ده مش الشر اللي انا بشوفه كل مرة. رفع راسه، بس انا شفت حاجة غريبة. ده كان انا لابس البلطو، بس انا كنت ضعيف جدا، وجلدي كان رمادي، وعروقي لونها اسود وزهرة من رقبتي وفي ايدي. وشفت الكيان اللي شبهي بدأ يتكلم ويقول لي سبتني ليه يا ياسين، بنفس نبرة صوتي بالظبط. في نفس اللحظة قبل ما افهم اي حاجة، سمعت صوت حاجة بتجري بسرعة جدا في الطرقة بره. جريت، فتحت الباب بسرعة، ما لقيتش حد، بس لقيت الارض مليانة رمل. الرمل مبلول، اكن الماء ده لسه واقع عليه دلوقتي. كان في اثار رجلين حد حافي ماشي على الرمل. فضلت ماشي ورا الأثر لغاية ما لقيت الرجلين وصلت لغاية باب أوضة أمي. الباب كان موارب، ومن جوه سمعت صوت أمي بتتكلم مع حد. فتحت الباب بسرعة وبصيت وقعدت أدور، بس ما لقيتش حد. وفجأة الضحكة المستفزة بتاعت الكيان دي قعدت تعلى أكتر وأكتر. ببص تاني على السرير، لقيت أمي نايمة على السرير، وعينيها لونها أبيض، أبيض بالكامل. وبعدين بدأت تتشنج بسرعة. جريت على السرير وأنا مرعوب. جسمها بدأ يتحرك بسرعة جدا، بسرعة مرعبة مش طبيعية. انزل له بقى يا ياسين. ده كان صوت أمي فعلا. أنا فضلت مرعوب مكاني، ومش عارف ازاي ده حصل. وهي تقصد ايه؟ تقصد ان أنا انزله السرداب تاني؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا خلاص ما عدتش قادر لاي حاجه، وما عدتش فاهم اي حاجه. بس افتكرت انا اللي نجاني قبل كده ما كانش جدي، كان ربنا. لما قعدت استعيذ بالله، قعدت استعيذ بالله تاني، واقرب من ربنا، واقرا اي قران انا حافظه، لان انا ما كنتش قريب قوي من ربنا. فجاه امي اختفت، ولكن ما حصلش اي حاجه تاني. وانا قررت ان انا لازم اولع في البيت. المرة دي جبت معايا بنزين، بنزين كتير قوي، وجريت ناحية السرداب. اول ما جريت على السرداب لقيت البوابة اللي لونها ذهبي تاني، وافتكرت المفتاح اللي كان معايا. فتحت بسرعة البوابة، ورميت جيركن البنزين على طول، وقمت مولع في السرداب. وبعد كده افتكرت ان انا ارمي المفتاح في النار اللي ولعت دي، وطلعت اجري بسرعة، اجري اجري اجري، لغاية ما لقيت ان النار مسكت في البيت كله وانا عمال اجري. وخدت بالي في الشارع انه تقريبا الناس كلها كانت مستغربة او مش واخدة بالها ان في بيت بيولع. انا بس اللي كنت شايف الكلام ده كله. وانا بجري في الشارع في عربية خبطتني، وانا اغمى عليا، واتنقلت المستشفى. واول ما فقت قعدت اسألهم على البيت، ايه اللي حصل للبيت. بس هم قالوا حاجة غريبة جدا. قال انه لا، مفيش اي حريقة كانت في الشارع ده، وان انا جيت هنا المستشفى بسبب حادثة عربية. انا فاكر الحادثة، بس فاكر ان انا ولعت في البيت. السرداب ولع بطريقة غير طبيعية، والبيت كان بيولع كله قدامي. يعني ايه؟ سبت المستشفى وفضلت ماشي في الشارع بكلم نفسي، ورحت البيت. بس انا ما لقيتش البيت خالص. البيت مش سليم ومش محروق، البيت مش موجود. جريت على اهلي
ورحت لهم بيتهم وبتكلم معاهم، قالوا يا ابني البيت جاي له قرار ازاله من سنين. بيت ايه اللي انت دخلته انت من ساعه ما رجعت من المستشفى واللي قعدت فيها حوالي 3 ايام دي، وانت عمال تقول كلام وتلفظ بكلام محدش فاهمه. انت حصل لك اي حاجه؟ حاسس ان مخك فيه اي مشكله؟ انت عمال تهلفظ بكلام غريب يا ابني. فجأة الكائن ده ظهر في المراية وقال لي انت الأضحية، انت الوريث. تفتكروا ايه اللي حصل بعد كده؟ انا طلعت اجري في الشارع زي المجنون، ودلوقتي انا في مستشفى الامراض العقلية ومحدش مصدقني. ونفسي ان انا ارجع البيت تاني عشان ارجع للسرداب. انا بصراحة انا بعيد عن ربنا جدا. يمكن اخر مرة صليت مش فاكر امتى، يمكن من سنين، وكان لازم ان انا اخد جزاتي. ده غضب من ربنا عليا. انا الشيطان كان يتملك مني في فترة معينة، ودلوقتي انا قربت من ربنا، والدكاترة كلهم بيقولوا ان انا ممكن اخرج من المستشفى قريب. اوعوا تعملوا زيي. ما تنسوش تدوروا على قصة أضحية البيت القديم. شكرا متابعين القناة، يا رب تكون القصة عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنت جميل زيكم.